السلام عليكم. اليوم غادي نشرحو إن شاء الله جميع القواعد وجميع الرموز لإشارات الخطر مع مراجعة خفيفة وسريعة لهاد الإشارات باش تبقاو عاقلين عليهم. التشوير العمودي مجموع من العلامات التي تزود السائق بالمعلومات. فاش كنسمع شي سؤال فيه التشوير العمودي كيعنيو البلايك اللي معلقين في الأعمدة اللي كيكونوا معلقين في الطريق. كل معلقة في الطريق كتسمى بالتشوير العمودي، وهما 5 ديال الأنواع، هما هادو اللي قبالتكم. العلامة الأولى تكون على شكل مثلث، المثلث كيكون بالأحمر والوسط ديالو بالأبيض، وكيكون النوع ديال الخطر مرسوم في وسط منه وتسمى بالخطر. وعلامة الخطر كتكون علامة متقدمة، أي كتكون هي قبل الخطر سابقة بمسافة. كنلقى البلاكة ديال الخطر وكنمشي عاد كنلقى الخطر. بحال هاد العلامة هادي كنقولو انتباه منعرج خطير. والعلامة رقم 2 تكون دائرية ولونها بالأحمر، تسمى بعلامة المنع، وهي علامة وضعية كنبدا نطبق من عند العلامة. إلا كنت غادي في الطريق ولقيت هاد العلامة ديال المنع، ممنوع عليا نفوت 50 في السرعة، نمشي قل من 50، ولكن ممنوع نفوت 50. العلامة رقم 3 تكون دائرية ولونها أزرق، وتسمى بالإجبار، كتجبرني على القيام الشيء اللي موجود في العلامة. بحال هاد العلامة هادي كتجبرني ندور على اليمين. إلا كنت غادي في الطريق ولقيت هاد العلامة، أنا مجبر نتبع السهم اللي موجود في هاد العلامة، خاصني ندور على اليمين. العلامة الرابعة تكون على شكل مربع ويكون لونها بالأزرق، وتسمى بالإرشاد، وهي كترشدك ولا كتوريك بزاف ديال البلايص. بحال هاد البلاكة هادي كتعلن على مكان تواجد باركين. العلامة الخامسة تسمى بعلامات الاتجاه، وهي كتوجهك للمدينة اللي انت غادي ليها، ولا كتأكد لك الطريق اللي انت غادي فيها، وكتخبرك شحال مازال لك من كيلومتر، ولا راه قربتي ولا وصلتي. ودابا يلا نتعرفوا على البلاكات ديال الخطر والقواعد ديالها. علامة الخطر تعتبر علامة الخطر من العلامات المتقدمة، أي أنها توضع قبل الخطر بمسافة 50 متر داخل التجمعات السكنية، 150 متر خارج التجمعات السكنية. بمعنى إلا كنت داخل المدينة ولقيت هاد العلامة ديال الخطر كنمشي 50 متر عاد كنلقى الخطر، وإلا كنت خارج المدينة ولقيت هاد البلاكة ديال الخطر كنمشي 150 متر عاد كنلقى الخطر اللي مرسوم في هاد البلاكة، باستثناء علامة السير في الاتجاهين. على الرغم من أنها شكل علامة الخطر، إلا أنها علامة وضعية لا تخضع لقاعدة المسافة. بمعنى فاش كنلقى هاد البلاكة اللي فيها جوج ديال الأسهمة وهي على شكل مثلث كتعني خطر، ولكن كيبدا من عند العلامة، علامة وضعية كيبدا الخطر من عند العلامة. بمعنى كيكون الشانطي كيدي بوحدو، وفاش كنشوف هاد العلامة هادي كيولي شانطي كيدي وكيجيب من عند العلامة، كنبدا نطبق الوضعية. هذا هو الخطر الوحيد اللي كيبدا من عند العلامة، ما كيخدعش لقاعدة المسافة داخل المدينة 50 متر وخارج المدينة 150 متر. هذا هو الخطر الوحيد اللي كيبدا من عند العلامة، هو السير في الاتجاهين. سوف يصبح السير في الاتجاهين. فاش كنلقاو هذا المثلث اللي أصفر من الوسط كيتسمى خطر مؤقت. كيكون الأغلبية في البلاصة اللي كيكون فيها الأشغال، كيكون الشانطي كيتحفر ولا شي بلاصة فيها الأشغال، كيديرو هاد الخطر مؤقت على ما كيساليو الأشغال ديالهم وكيزولوه. يمكن لي نلقاه اليوم ومرة أخرى ندوز منلقاهش. خطر قارعة ضيقة من اليمين، طريق تبدا الضياق من جهة اليمين. خطر قارعة ضيقة من اليسار، طريق تبدا الضياق من جهة اليسار. خطر قارعة ضيقة، طريقة تبدا الضياق من الجوانب بجوج، غتبدا الضياق من اليمين ومن اليسار. خطر قارعة ضيقة محليا، طريقة ديال الضياق من الجوانب بجوج على مسافة محدودة، الضياق غير واحد شوية وغادي تولي ترجع كما كانت. خطر منعرج على اليمين، غادي نلقى قدامي فراج. خطر منعرج على اليسار، غادي نلقى قدامي فراج على جهة اليسار. خطر منعرجات متتابعة أولها على اليمين، غنلقى بزاف ديال الفراجات والأول غادي يكون على يدي اليمين. خطر منعرجات متتابعة أولها على اليسار، غنلقى بزاف ديال الفراجات، الفراج الأول يكون على يدي اليسار. منحدر خطير، باش كنعقل على هذا المنحدر كيكون الوجه ديال الطوموبيل هذاك اللي طويل كيجيو في التحت، كيتسمى منحدر.
خطر عقبة ذات صعود حاد. خطر عقبة هادي باش كنعقل على هاد الخطر هذا، كيكون الوجه ديال الطوموبيل هداك اللي طويل كيكون كيشوف للفوق. خطر تناثر الحصى، كتكون الأرض فيها داك الحجر الصغيور، وفاش كدوز عليه الطوموبيل كيطير، فاش كدوز عليه الرويضة ديال الطوموبيل كيطير في السما. وباش كنعقل على هاد العلامة كيكونو دوك الشريطات غير في جهة وحدة، عكس هادي عندها هاد الخطوط على اليمين وعلى الشمال. تسمى خطر قارعة تطفو عليها مياه، طريق عامرة بالماء. فاش كتكون طريق عامرة بالماء كيعطيونا هاد العلامة هادي، كيكون عندها الشريطات على اليمين وعلى اليسار. خطر قارعة يقع بها انزلاق، طريق كتزلق. هاد اللي كتكون طوموبيل ومن اللور ديالها على شكل اكس كتكون طريق كتزلق، خطر طريق كتزلق. خطر مرور مركبات مجرورة بواسطة دواب، هادي كتكون في ديك البلايص اللي كيكونوا فيها الكرويلات ولا الكوتشيات. خطر مرور فرسان، هادي تقدروا تلقاوها على داك الحلبات اللي كيكونوا ديال الفروسية. خطر مرور حيوانات متوحشة، هادي تقدروا تلقاوها في الغابة. خطر مرور حيوانات أليفة، اللي كتكون في العربيات وكتكون حدا الكوارع. خطر ملفت إلى رصيف أو سيف نهر، ترى كتدي لشي حافة يقدر يكون فيها الماء، كتكون حدا البحر، كتكون حدا شي واد، كتكون غير حافة. خطر جسر متحرك، هادي قنطرة كتحرك، تقدر تلقاها مهزوزة تقدر تلقاها هابطة، لقيتيها مهزوزة ما كدوش. خطر مرور مركبات فلاحية، تراكتورات تلقاها كيكونوا في البوادي. خطر ممر راجلي، هادي كاين شي ممر دراجين قدامي خصني ننتبه ونقسم السرعة. مكان يرتادوه أطفال، يمكن لك تلقى أطفال قدامك، كتكون حتى المدارس دا الأماكن اللي كيكونوا فيها الأطفال كتكون مخصصة للأطفال. عبور منطقة خطر جوي، هادي كتكون حدا المطارات. خطر السير في الاتجاهين، هادي هي اللي شرحنا قبيلة. خطر يصبح السير في الاتجاهين، كيكون شنطة كيدي، وفاش كنشوف هاد العلامة هادي كيولي كيدي وكيجيب، وهذا خطر وضعي كيبدا من عند العلامة، ماشي 150 متر خارج المدينة أو 50 متر داخل المدينة، هذا خطر وضعي كيبدا من عند العلامة. خطر طريق محدودة، هادي اللي كيكون فيها جوج حدبات، كتكون طريق محدودة، طريق فيها بزاف ديال المحدودات، كتكون الطريق ما معوطاش مزيان. خطر مخفض السير محدودة، هادي اللي فيها غير وحدة كيتسمى مخفض السير. فرق ما بين خطر طريق محدودة هاديك اللي فيها جوج كتكون الطريق ما معوطاش، وهذا كيكون مخفض السير، هذا كيكون غير واحد مخفض السير محدودة دودان، كيقدر يكون تا على شكل ممر الراجلين. خطر آخر، هاد العلامة كتعلم على خطر متنوع، هنا محدوكش النوع ديال الخطر كي داير، خاصك تنقص من السرعة وتشد اليمين وتستعد لأي خطر. خطر عبور ممرات ترامواي، هاد العلامة كتعلم بأنك غادي تلقى ممرات ديال الترامواي قدامك، خاصك ترد البال وتنقص من السرعة. إعلان عن أضواء ثلاثية الألوان، هذه كتكون قبل الفيروز، كنلقى هادي ولا كنت داخل المدينة كنمشي 50 متر عاد كنلقى الفيروز. خطر تساقط الأحجار، شي جبل كيطيح منو الحجر، يمكن لك تلقى الحجر طايحة على الطريق، يمكن لك تلقاها عاد غادي طيح، مهم خاصك ترد البال، قسم السرعة وتحضي باش تلقى شي حجرة كبيرة طايحة في الطريق ولا طيح عليك شي حجرة. خطر تقاطع طريق مع سكة حديدية بدون حواجز، ملي كتلقى هاد العلامة اللي مرسوم فيها هاد التران قديم طلعلو الدخان من الفوق كيتسمى سكة حديدية بدون حواجز، غادي تلقى سكة حديدية بدون حواجز. فاش كتم باغي دوز خاصك تنتبه وترد البال، إلا كانت التران جاية خاصك توقف، إلا كانت كاع ما جاية كدوز. خطر سكة حديدية مجهزة بحاجز يستعمل يدويا، هادي فيها الحاجز كيتستعمل باليد، هاديك اللي شفنا قبيلة اللي مرسومة فيها التران هاديك ما فيهاش الحاجز، وهادي كتعني سكة حديدية مجهزة بالحواجز كيتستعملوا يدويا، كيتهزوا باليد، الحاجز اللي كيتهز باليد. كي قلنا قبيلة إلا كانت البلاكة صفرا من الوسط كيتسمى خطر مؤقت، دابا هاد الخطر هذا خطر مؤقت لأشغال. طريق
محدودة بطبيعة الحال مؤقت. هذا كيتسمى خطر متنوع، خطر آخر ما كتعرفش الخطر كي داير اللي تلقى قدامك. المهم خصك تستعد، تنقص من السرعة وتشد اليمين وتستعد لأي خطر. الطريق كتضيق من جهة اليمين، ازدحام شديد مؤقت، طريق يكون فيها الزحام. خطر تناثر الحصى مؤقت، داك الحجر الصغيور كيطير. خطر حادثة السير. دابا غادي نشرحو ان شاء الله العلامات ديال ملتقيات الطرق، ونشرحو ان شاء الله القواعد ديالهم. هاد العلامات كيكونوا في ملتقيات الطرق، يكونوا في الرومبان وفي الكروازمان. قف، وقوف اجباري. هاد العلامة هادي كنوقف وكنعطي الاسبقية لليمين وللشمال. الا لقيتها في شي كروازمان ولا رومبان خاصني ضروري نوقف ونعطي الاسبقية لليمين والشمال عاد ندوز، واخا تكون الطريق خاوية خاصني نوقف. ملتقى طرق ذات أولوية كتعني الكبيرة في الصغيرة. أنا هو مول الطريق الكبيرة، ما كنعطي الأسبقية لا لليمين ولا للشمال، كنعطي الأسبقية في حالة وحدة. إلا كنت غادي ندور على جهة الشمال عاد كنعطي الأسبقية فقط اللي جاي أونفاس معايا. اللي جاي أونفاس معايا هو اللي كنعطيه الأسبقية. أما لا كنت غادي نمشي نيشان ما كنعطي الأسبقية لا لليمين لا للشمال. وإلا كنت غادي ندور على اليمين تاهي ما كنعطيش الأسبقية لتا واحد. وإلا كنت غندور على يدي الشمال عاد كنعطي الأسبقية إلا اللي جاي أونفاس معايا لا غير. اللي ما فهمهاش دابا نبسطوها إن شاء الله فيديوهات آخرين أكثر. هاد العلامة هادي مول اليمين كيدوز ملتقى طرق على شكل كروازمان. هاد العلامة ديال إكس كتعني ملتقى طرق على شكل كروازمان مول اليمين كيدوز. إعطاء حق الأسبقية عند الملتقى الطرق، علامة وضعية. تبدا من عند العلامة، فاش كنلقى هاد العلامة اللي على شكل مثلث مقلوب كنعطي الأسبقية لليمين وللشمال. وإلا كانت الطريق خاوية ما كنعطي الأسبقية لا لليمين ولا للشمال، كندوز. فاش كنشوف هاد العلامة هادي كنقص من السرعة، وإلا كانت الطريق خاوية كندوز ما كنعطي الأسبقية لا لليمين ولا للشمال. ولكن إلا كان جاي شي واحد من جهة اليمين ولا من جهة الشمال كنوقف. هاد العلامة كتعلن على ملتقى طرق دوراني، كتعلن أن غادي نلقى رومبان قدامي. هاد العلامة الخطر كي قلنا غتكون بعيدة على المدار 50 متر داخل المدينة و150 متر خارج المدينة. واجب عليا نقص من السرعة، وفاش نوصل للمدار ديك الساعات نطبق القاعدة ديال المدار. علاش هما داروا داخل المدينة 50 متر وخارج المدينة 150 متر؟ بحيث السرعة كتكون محددة في المدينة في 60 وخارج المدينة في 100 وفي طريق السيار 120. هاد الإشارة هادي طابع الأولوي للطريق، كتعني أن عندي الأسبقية في الطريق كلها. هاد العلامة من العلامات الجداد، فاش كنلقاها ما كنعطي الأسبقية لا لليمين لا للشمال، كنلقى الضد ديالها. العلامات ديال ملتقى الطرق اللي شرحنا كلهم كيحكموا غير على ملتقى الطرق اللي أنا فيه. إلا هاد العلامة هادي تكلقى الضد ديالها. هادي ملي كنلقى هاد العلامة ديال نهاية الطابع الأولوي للطريق صافي ما كيبقاش عندي الأسبقية في الطريق كلها، صافي ما كتبقاش عندي الأولوية. القاعدة ديال ملتقى الطرق اللي ما فيش العلامة مول اليمين كيدوز. أي ملتقى طرق ما فيش العلامة مول اليمين كيدوز الأسبقية لمول اليمين. وأي ملتقى طرق فيه العلامة وكنت غادي ندور على يدي ديال اليسار الأسبقية اللي جاي قبالتي. علاش؟ لأنه هو غادي يولي على يدي ديال اليمين. إلا كنتي مازال ما تفرجتيش الحصة الثانية ديال علامات المنع من السلسلة ديال التشوير العمودي تفرج لها، راه تنفعك بزاف. وإلا كنتي مازال ما اشتركتيش معنا اشترك باش يبقى يوصلك الجديد. النجاح مضمون إن شاء الله.